انت ممدوح وانت ياسين وانت عزيزي المواطن، لو انت عايش في مصر فانا متاكد ان المعلومه اللي هقولها لك دلوقتي مش هتكون غريبه عليك، الا وهي ان السواقه في مصر هي ليست وسيله الى المواصلات، بل هي تجربه بقاء على قيد الحياه. وانا اكتر حد ممكن يدلك على هذا الموضوع. ليه؟ لان فعلا في موضوع هذه الحلقه انا شفت الفجر زمان لما كنت بركب مواصلات في اوائل بدايه تظبيط شبكه الطرق المصريه. كنت بسال السؤال الشعبي الدارج ما بين المواطنين المصريين، الا وهو انا هستفاد ايه بكل هذه الشبكه من الطرق؟ ولكن الحقيقه بعد ما اشتريت اول موتوسيكل لي، الواحد وهو نازل كل يوم على الطريق بيفكر يا ترى هيرجع النهارده ولا لا، بالذات الناس بتاعت الموتوسيكلات. انا شفت اكبر راس في هذا القطاع هيئه النقل عمره ما هيبقى ليه تدخل في الليسته اللي انا كاتبها لكم ومجمعها لكم النهارده، لان ده دور الشعب وحده، وعمر ما اي حكومه في العالم هتقدر ان هي تتدخل في حاجه زي دي. اول حاجه بتستفزني على الطرق المصريه وخاصه في الحواري المصريه، عزيزي سائق التوك توك، ابوس ودان اللي خلفه ابوك. ممكن لما تيجي تلف، يعني انتوا بتعملوا حركه كده فجاه بدون اي مقدمات وبدون اي حذر وبدون اي وعي وبدون اي شيء من المنطق والعقل، يقوم هوبا انا قررت الف فانا هلف. عزيزي سائق التوك توك، انا كثيرا من الاحيان كنت هخش انط ابوسك في خدك. كثيرا من الاحيان انت بتلف هذه، يا عم بص في المرايه، انت كتوك توك انت عباره عن خنفسه موجوده في الشارع، مش حاسس بكونك كائن ماشي على الاسفلت، ده شيء تاني. لكن بعد اذنك لما تيجي تلف التوك توك مره واحده كده، هو بص شوف ايه اللي جاي وراك. طبعا دي مش اسوأ حاجه بتحصل على الطريق المصري، لسه في الاسوأ. انا شفت في مثال بيقول ان النهار له عينين، ولكن بالليل العينين دي بتبقى عمية. I think so يعني، او انا اظن ذلك. عزيزي صاحب العربيات الفارهه اللي من اول 3.9 مليون وانت طالع، انا عارف ان كشافاتكم قادره تنور مدينه باكملها. ليه هذه الكشافات تضرب في عيني انا كموتوسيكل قد كده؟ فان انت تضرب النور العالي في وشي ده لا يعني شيء الا ان انت انا شفت الفجر. المشكله بقى ان مش دي اسوأ مرتبه معانا في هذه الحلقه، الا وهي الناس اللي بتقرر ان هي تخش يمين او شمال فجاه. انا اديت اشاره، مش كفايه ولا ايه؟ انا عارف ان انت لو فوتت الدخله دي تحرق يجي بتاع 17 جنيه بنزين كمان، انا عارف ومقدر ان، ولكن في ارواح ممكن تروح بسبب ال 17 جنيه دول. هو انا المفروض اخش يمين؟ طب اديني فرصه افكر، يلا انا موافق. بنقول للعالم من حولنا يا شباب لو سمحتوا انا هخش يمين، بنقدم المشيئه، وبعد كده بيبقى في نيه للدخول يمين، ثم بعدها بندي اشاره يمين، ثم بعدها نتفقد العالم من حولنا حيث نشوف بقى هنخش يمين ولا لا، ثم لو الطريق الدنيا حلوه بنخش يمين، لو الطريق الدنيا وحشه بنتقل لحد ما نشوف هنخش يمين امتى، ونستأذن العالم من حولنا يا جدعان انا هخش يمين. ده البديهي. انما اللي بيحصل على الشارع المصري مغامره بنت. انا شفت الفجر. نيجي بقى للمرتبه الاسوأ معانا في هذه الليسته، الا وهي اللي بيبسطروا موتوسيكلاتهم وهم ماشيين على الطريق. بص يا اخويا، النقطه اللي انا بتكلم فيها دي فيها محورين. المحور الاول اللي بيبسطر موتوسيكله من عواكس لمرايات لتانك لانجين جارد، النايس يبسطر الكاوتشات عشان ما تلمس التراب، ده شق. الشق الثاني اللي بيبقوا جايبين مراياتهم كموتوسيكلات جايبينهم قدامهم ومبسطرهم، يعني ان هو مبسطرهم شيء وان هو حاططهم قدامه هو يشوف ده شق تاني. بص يا صاحبي، انا عارف ان انت ممكن تكون جايب المكنه قسط، والله العظيم عارف ومقدر هذا، لكن في عواكس دي اسمها عواكس، لو انت ما تعرفش هم عملوها ليه. العواكس دي ضوء بيضرب فيها بنرجع تاني للي وراك او اللي جنبك، فبالتالي يفهموا ان في مركبه ماشيه معاه على هذا الطريق. انت لما تيجي تبسطرها مفيش ضوء هيخش على هذا العاكس، فبالتالي اللي جنبك تبقى وصلت دايركشن، فبالتالي اللي جنبك واللي قدامك مش هيبقوا شايفين ايه اللي ماشي جنبهم او قدامهم على الطريق. ما تعملش الحركه دي، ما تبسطرليش الموتوسيكل. انا عارف ان انت خايف عليه وجديد وعايزه يلمع، هشوف حد ماشي بمرايات قدامه. انا شفت الفجر. يعني هي بديهيات لكن اقسم بالله محتاجين ان احنا نقولها. للاسف تفتكر بقى ان دي ارتب مسوقها. نيجي بقى للمرتبه الاسوأ معانا في هذه القائمه، الا وهي الناس اللي بتمشي عكس باستحقاقيه. ان انت تمشي عكس حاجه وان انت تبقى ماشي عكس باستحقاقيه ده شيء تاني. بمعنى النقطه الاخيره واللي قبلها، الا وهو اللي بيبقى ماشي عكس باستحقاقيه ومشغل النور العالي. يعني ده بقى انا مش فاهم ده ممكن نصنفه ايه. بالله عليك لا تقول لي وصف لهذا الكائن في كومنت، لان انا ما عنديش وصف ليه الصراحه. الا وهو اللي بيبقى ماشي عكس باستحقاقيه ومشغل النور العالي. الاشاره مش للي سايقين عربيات او الات جر بس، ان انا ادي اشاره يمين انا بعرف البني ادمين ان انا داخل، لو نفترض يمين. ايه الراب ده؟
نيجي بقى لاخر نقطه معانا في هذه القائمه، الا وهي الكلاكس. عزيزي البني ادم، قسما بالله لما اخترعوا الكلاكس اخترعوه مش علشان نميزه بيه، احنا ما اخترناش هذا الصوت بالتحديد علشان نقول ان هو ده الصوت بتاع الكلاكس في المستقبل للمركبات والات الجر، يعني احنا ما اخترناهوش عشان كده. لما جم يختاروا هذا الصوت بالتحديد اختاروه علشان خاطر يشتغل على جزء معين في المخ بيعمل. انما انت بقى كبني ادم وبالذات بقى مثلا جنب مستشفى ولا مثلا بايكر زميل يكون عايز يوجب معايا الساعه 3 الفجر كده، اللي هو احنا ايه، احنا بايكرز زي بعض، بيب 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 الساعه 3 الفجر، انا ببص كده عليه اللي هو انت عايز ايه، انت مين يا اسمك ايه؟ ممدوح. انت ممدوح وانت ياسين. ياسين وانت ساج. ماشي. قول لهم اعملوا سبسكرايب بقى. اعملوا سبسكرايب ولايك واكسب له. باي.